مش قادرة تطلعيه من تفكيرك وبتحسي إنك بتفكري فيه من غير سبب. تعالي نشوف الأسباب. الحقيقة بقى بتقول إن العقل الباطن ما بيشتغلش عبث، ولو فكرت شوية مع نفسك هتلاقي إن في أسباب واضحة، بس أنت ساعات ما بتحبيش المواجهة. أول حاجة هنا لما تحصل حاجة زي موقف وداع أو حتى اختفى فجأة، عقلك بيقولك إن الحكاية ما خلصتش على كده. تاني سبب إن الشخص ده لمس فيكِ حاجة أنتِ مفتقدة، زي اهتمامه بيكِ، إنه قدر يحتويكِ حتى لو كانت العلاقة دي علاقة سامة، في لحظة معينة دماغِك مسكت فيها وبتكررها طول الوقت. تالت سبب إنِك بتحاولي تلاقي إجابة على السؤال هو أنا قصرت معاه والّا هو ما كانش مناسب ليّا؟ والسؤال ده بقى بيخلّيكِ تلفي في حلقة مفرغة، ومخِّك عمّال يعيد في سيناريوهات. رابع سبب، الاحتياج مش للحب لكن للونس أو إحساسِك بإنِك مرغوب فيه، ومخِّك بيكون حافظ إن الشخص ده الوحيد اللي حسّسِك بده، حتى لو كان للحظات. فلازم تسألي نفسِك النهارده، بتفكّري في الشخص ده كتير ليه؟ وبتدوّري على إيه من خلاله؟ لإنِّك أول ما تفهمي الإجابة هترجعي لنفسِك قبل ما تسمعيه.